عليكم اخواتي المغاربه في كل مكان. بطبيعه الحال راكم عزازين علينا وحنا معكم وانتم معنا، وكنبلغ سلامي كبير. كنحيي المغاربه الجاليه ديالنا، بداو احسن جاليه في العالم الحمد لله. ولهذا غادي نبين لكم علاش رجعت من السلسله على حساب الناس. كاين الناس كيقولوا لي جلال عاودنا القصات ديالك مختلفين، يعني كل مره عاودنا قصه في شكل، كل مره واش من دوله. وجبرت كثير د الناس يعني باغيين يعرفوا السلسله د مالي جلال، يعني من البدايه من النهايه، من الصغر ديالو ملي بدا في مدينه تطوان، كيفاش صفت حتى هولندا، وكيفاش رجعت السلسله حتى للمغرب، عاود رجعت حتى لبلجيكا، ورجعت لاسبانيا. يعني كاين الي والروتور في السلسله اخواتي. يعني هذا جاوني صعابين، وان شاء الله كنتمنوا التوفيق لجميع المسلمين والمسلمات ان شاء الله. ونبداو معكم ان شاء الله البدايه. لهذا كما سمعتوا مورا السلاح اللي تركب لي في راسي والحادثه السر اللي ضربتني، يعني تخلعت بزاف وباقي تسمع بزاف د الخلايا وقعوا لي في صغري. لهذا هذا هو السبب الجلال تاعنا هذا الميدان هذا. كما كتعرفوا اخواتي المغاربه، يعني تعاطيت الخلايا بزاف. هذا هو السبب اللي خلى جلال مالي يتعاطى المشاكل بدون قصد، بدون شعور بطبيعه الحال. مورا الحديث هاد السرقه د 50 درهم او تكاستيخو، رجعت كما سمعتوا، ورجعت ديت واحد المبلغ من الدار. كنت باقي صغير ما كنعرفش، كنت مشعوط على الفلوس. تشوف واحد المبلغ يعني هو يكون واقيلا شي 3000 درهم تقريبا. بديت نضر هو تنكاستيخو، بقيت عايشي في تاكسي زرق، كاري التاكسي كيدور بيا بالليل والنهار، طالع هواد. تقادت لي ديك المبلغ، تقادا، بقيت في كاستيخو. حبيباتي كيفتشوا عليا وانا في الزنقه كنعس، كنهبط من الديوانه، كنسرق. يعني الحاجه اللي بانت خصني نطيرها كنبيعها في كاستيخو طبيعه الحال، وكنستعمل البليه، وكنعس في الزنقه. كل مره فين كنعس ولا كنطلع عاود نسعسع نراس لوطا مع الجيران، كانوا كيديبرانيوني ملي تشوف راسي تعطيت الدروكه بزاف. يعني ما قدرتش نبقى نطلع عند الجيران د حبيبي، يعني رجعت كنحشم يشوفوني بديك الحاله هذه. صافي خرجت من الزنقه، بقيت في الزنقه. السرقه، الدار الدبزه، السرقه، الدار الدبزه. يعني طولت في كنهود نسبتها، كنهز بورتو السلعه ماشي ديالي، كنهزو كندير. الله يسمحنا من ديك الناس اللي كنا كنتعاملوا معاهم بهذه الطريقه هذه، يعني بدون شعور. الانسان كان باقي صار بطبيعه الحال اي حاجه كتجي سهله عاديه. مورا ديك الكوارث اللي وقعوا لي في كاستيخو، واحد النهار كنت عامل شي دروكه ما نعرف، ما عقلتش على راسي، وقيلا يكونوا من الاقراص، يعني معروفين كيغيبوا. شافني واحد الجار ديالنا، قال عيط من حبيبي، قال له جالو بالزبطه والشتوى وكيهم في البحر، وكنلعب واحد اللعب فول كونتاكت من صغري. كنت هذه موهبه من صغري، كنلعب في الموجه. ومن بعد رجال الشرطه كيقولوا لي جا اولدي طلع بحالك، هادي ضربك الريح، هادي دمرض. ما كنتسوق لهمش. هذيك مغارت السوق د المسيره، يعني معروفه ديك بلايص صغيره خطر، عارف، معروفه داخل طريق التبته، يعني معروفه ديك بلايا فيها الحجر، فيها بزاف اوريسوس قنافذ. ملي جا حبيبي بغا يشبرني، ربطو في الماء خواتي. هاد السن هذا، هاد العام هذا، يعني باقي في عمري واحد 9 سنين ما كاملاش، الله اعلم، على ما كنظن 9 سنين 10 سنين ما كاملاش. دخلت في الماء، بقيت داخل الشتوى وانا داخل في الماء، والناس كتجري مورايا باتجاه الحجر. انا ماشي يعني، هما كيعيطوا وانا ماشي. ساعات شفت راسي تزيرت، بديت كنبرد، عاود قلبت هيدا اتجاه طريق الكنديسه، فين كان براريك، فين الواد، فين كيصافي الواد. خرجت من تما، بغاو يشبروني شي دراري، قلت لهم واحد حبيبي هادي ضربني، هادي يتكرفص عليا. هذا يعني كتسمى حنوا فيا ديك الدراري، طلقوا لي، هربت. الساعة اللي هربت كما كتسمعوا خوتي، العقلية د الصغور الحمد لله، ملي بقات الصحة والعقل والعافية، ديك الفضل من عند الله ورد الوالدين بطبيعة الحال. يعني رجعت من تطوان، طلعت من تطوان. أول حاجة اللي نعمل غادي نسرق واحد الشجرة الطونوبيل. يعني أنا قلت لكم أخواتي، الفلوس ما كنقدرش نبقى بلا فلوس. كتسوى الثمن، يعني كانت كنجيب فيها 150 فرانك من ماركة واعرة، يعني
بيونير، كاين بيونير، كاين ياماها، كاين بزاف السجالات. في صغري كنت كنديهم الطونوبيلات الله يسمح لهم ديك الناس، بطبيعة الحال الله يسمح لنا منهم، كنا كنديو لهم كنعصبوهم وكنديو لهم يعني الأشياء ديالهم اللي ربي نال للأمانة ولأهلها. ولهذا كنتمنى الله يسمح لنا. وأول تشبيرة ديالي تبرت على السجالات، بطبيعة الحال تبرت على السجالات، وداوني الشبيبة، داوني الكوميساريا، داوني خباز مع خباز كيعيطولو عين خباء، الدراري الناس كيعيطولو عين خباء، هو السمية الحقيقية هي عين خباز. صافي كيدخلوني واحد الموطع، يعني كان ما عندك كيفاش النعاس على القص، يعني على البرودة. كنشبر الخاوي د الحليب اخواتي، كنطلقو كنوسد عليه واحد الجنب ديالي، وكنشبر واحد النسيتر د الحليب اخر كنوسد على راسي، كنزول السبردينة كندير عليها كارطونة باش كنوسد راسي. ولكن ما ربيت واحد الكارثة، يعني هادشي هذا معروف عندنا في المغرب. دابا الحمد لله شوية توفر. مثلا نكمل لكم اخواتي، داوني الشبيبة، ملي داوني الشبيبة ضربت واحد قول 4 أيام ولا 5 أيام، هربنا واحد الهربة، يعني كنشوف ديك الشيء في الشبيبة، يعني كاين بزاف د الفرق، يعني الضغط والضغط من الموظفين. كاين موظفين مزيانين، كاين اللي كيضغطوا على الإنسان، كاين اللي دباتي. والمهم كنت كنضيق، يعني خصني نهرب في بلاصة، وديك المكان الموطع د الشبيبة والرياضة مدينة طنجة والحومة مرشان تحت كورطوبي، يعني صعيبة جدا باش ضارب في ديك الوقت. ولهذا وانا واحد الزعامة الحمد لله كانت كتصدق، يعني تما واحد الانسان كيعيطو محمد الروبي ولد الشبيبة، يعني كبر معاهم وبقى يتيم وما عنده فين يمشي. تحية كنحيي الاخ ديالنا محمد الروبي ولا الصديق ديالنا، كان كبر علينا بحال خاني كبير بطبيعة الحال. عرفت الهربة الأولية بصعوبة، يعني لاباس شي ناس طنجة مساكن في قصبة شافوني كنجري عرفوني، يعني في ديك الوقت إذا هربت من الشبيبة وهبطتي على قصبة معروف هربا من الشبيبة. ملي هربت ديك الهربة تبارك الله كنحييهم بزاف ديك الناس، تبارك الله عليهم، إذا كانوا باقيين في الحياة الوالدين ديالو هو والصديق ديالو، جبروني دخلوني للدار. انا حاسب يرجعوني الشبيبة ساعة عملوا معايا تبارك الله قالوا لي انت وجهك ماشي هادشي، ماشي تبين على ولد الناس. دخلوني عندهم وكلموني وكليت وشربت، وفي الاخر هما اللي كانوا يتعاملوا معايا وصلوني المحطة بالليل. كار الاخري شبروا لي المحطة. كنحيي الناس طنجة بزاف والشمال والمغرب وتطوان وكلشي ان شاء الله، المغاربة كاينين مهاديش فيهم. ولهذا الحمد لله ما العقل ديالي يعني بقى ماشي بديك الطريقة هاديك، يعني من وصلت لتطوان عاود لا غدا عاود كما العادة عاود سرقت السجالة الطوموبيل، عاود رجعت للشبيبة، عاود ضربت فلاقة داوني وضربت ورجعت. اخواتي كضرب واحد فلاقة كبيرة بزاف، العادة بالآلي كتجفف الشبيبة كاملة. رجعت ضربت شي 10 أيام، هربت من واحد الهربة سبيسيال، عاود خططت الأرض مزيان وكنهربو مع